انا ماشي نطلب الانسحاب، لازم نسحبه. اوكي، انا لذلك انفونتينو يسكن في المغرب، يحب تسكت ولا الشيخ، وبعد تجيب لي الماكله مسمومه. جي با بروفيتي دو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، كيف الحال؟ الإعلام الجزائري ما زال غاضب وما زال يتهم المغرب والقجع بأنه كان سبب إقصاء المنتخب الجزائري، فأكيد أن كل شيء كيحملوا فيه المغرب. فدابا قال لك سيدي بأن البطولة كانت فاشلة على كل المقاييس، وأن الجزائر خاصها تنسحب ضروري، خاصها تنسحب من القارة الإفريقية ومن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأن علاش موتيسيبي ساكن في المغرب. يا سيدي الكرا في المغرب ومقر في فراكينه في المغرب، نتوما مالكم؟ وزادوا كملوها انهم قالك ان المغرب اعطى للسنغال ماكله مسمومه، والغريب في الامر ان احد اللاعبين السنغاليين خرج نفى هادشي كامل، بينما الجزائر كيتكلموا على شي حوايج لا توجد الا في المخيله او في الخبر في راسكم. شوف حكيم، الشيء الذي يجب فعله الان هو نديروا دراسه معمقه على الفريق الوطني هذا، واش مشى واش ما مشاش، بكل موضوعيه وبكل جديه، بعيدا عن الشعبويه. باسكو انا كنشوف باللي بعض اشباه المحللين وبعض اشباه هذوك لي بارتيزون دو تو فا بيان مدام لا ماركيز، كل شيء بيض. تقول حنا اللي دينا لا كوب دافريك، الوغ كو بفريق تاعنا بالامكانيات الهائله اللي كانت عنده، اللوجستيكيه او الماديه او البشريه. انا بور مو التاهل الى الدور الثاني يعني لا يعتبر انجاز. نعم. هل تعتبر بان كاس افريقيا الاخيره هي اسوأ نسخه مرت على التاريخ تحكيميا؟ شوف، هذا الطبعه اللي احتضنتها المغرب سوف تبقى وصمه عار في تاريخ كره القدم الافريقيه وحتى العالميه. شفنا يعني المهازل من المقابله الاولى، مقابله الافتتاح، الى المقابله النهائيه. شفنا تحكيم فاسد، شفنا كونفدراليه متواطئه، شفنا يعني اعمال دنيئه، شفنا يعني وين حتى المنشفات كما يقولوا لي سيرفيات تسرق. يعني والله العظيم غير سكوندال. يعني لاول مره تحدث هذه الامور، ولا مره مرت في كاس افريقيا؟ حتى في البلدان اللي يقولوا لي ريبوبليك بانالير اللي احتضنوا كؤوس افريقيا ما شفناش هذا. كنا نسمعوا بالسحور لكن ما كناش نشوفوا السحر هذا. اليوم كنا نسمعوا بالسرقه، رانا نشوفوا السرقه عيني عينك. يعني انا والله العظيم هذه الدوره ما تكملش كره القدم، ما حلناش كره القدم، حلنا الاخطاء التحكيميه، حلنا سوء التنظيم، حلنا بزاف الامور سيئه. يعني شوف ربي العالمين كاين اله عداله الهيه. يعني انت تخطط باش تسرق. يقولوا باللي لو كريمينال فيني توجور بار ليسي دي تراس في اليو دي كريم. اليو دي كريم شفناه في لافينال هذيك في الرباط، شفنا يعني ضربة جزاء خيالية يعني في وقت حساس. كان هذيك الضربة سوف تجعل الفريق المغربي يفوز بكأس افريقيا مسروقة. لكن سبحان الله، هل ينذرون بشيء؟ ساديو ماني الكلمه الاسطوريه تاعو اللي قال لهم اوني دي زون، نعاودوا نوليو التيران. سبحان الله عاودوا ولاو التيران، وكتب باللي كما الفريق السنغالي. طيب، هل تنذر بشيء مثلا كاس افريقيا الاخيره من خلال سوء التحكيم، من خلال الفساد التحكيمي اللي حدث، من خلال الامور الغريبه اللي حدثت، هل تنذر بشيء ما على المنتخبات الافريقيه بشكل عام؟ سي بورايو، هو الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي فاسدين. واحد يقول صح، هو ماشي الحكام اللي داروا هذا الشيء، اللي وصلوا الحكام. انفانتينو انسان فاسد مرتشي، وموتسوبي هذاك فاسد اكثر منه. صح كاس افريقيا كانت فيها صح ماشي كيما هذه المره اللي يعطيو الاوامر فاسدين. سمعت انفانتينو كي ربح السنغال ما فرحش،
زعف. لحد الآن ظاهرة الغريبة حدثت يا جماعة، بأنه لحد الآن لا الاتحاد الأفريقي ولا الاتحاد الدولي هنأ السنغال بفوز كأس أفريقيا، ما يعطي بأنه الكثير من الأمور يا حكيم أليس غريبا؟ شوف يعني هو كما قال سي بورايو سيتي كومبلو، سيتي دونور دوردر، هما اللي خدموا لو كومبلو. قلت لك بتواطؤ من الفيفا، انا راني معاها انفونتينو. واش يهموا في افريقيا هي الاصوات اللي تكون لصالحه في الاستحقاقات القادمه. نعم تفضل. انفانتينو متسبي كانت كما قلت كتصرى في افريقيا شي الدرجه هذه. ما الذي ينذر هذه الأمور؟ ما الذي تجعلك أنك تنذر المنتخبات الإفريقية جميعها؟ أنا لا أتحدث على منتخب واحد. من خلال ما حدث يبدو بأن الأمر خطير جدا. رحنا إلى مرحلة غريبة لم تحدث من قبل. شوف المستوى الفني ارتفع درجه ما تتصور صراحه. مستويات قويه، المنتخبات تطورت. مستوى التحكيمي ومستوى مافيا ارتفع كثير. ما حكام كامل يتشاو في افريقيا. هي في 2002 ماشي تاع مصر، تاع كوت ديفوار. كيف كانت مرتشيه كيف صح، ما كانوش مرتاشين باش يخرجوا الكوت ديفوار برومي. نو هنا كان كلش مخدوم، كلش كان متراصي. سمعت هما تفاجئوا بالسنغال، خرجت لهم السنغال وربك ما حبش. مي انا نقولها لك كان كل شيء حكيم مخدوم، مخطط حتى لي بينالتي اللي ما صفروهمش مخطط، حتى لي بينالتي تاعنا مع نيجيريا مخطط، كل شيء كان مخطط. طيب الفاف الجديده يعني نجحت في محاربه هذا الكاف المفوضيه، ام ان النتيجه نفسها في وقت زطشي ولا في وقت عماره ولا في وقت زفزاف؟ واش نقول لك انا اليوم؟ نقول لك فشل ذريع رغم وجودنا في هذه الهيئه. يعني وجودنا او عدم وجودنا نفس الشيء. ما الذي يمكن مصطفى معزوزي انا حبيت الذي يمكن ان نفعله نحن وحدنا في ظل هذا اللوبي اللي محاط بكيان؟ انا كي تقول لي هذا سراق ونوقف معاه هنايا، واش نفهم انا؟ واش نفهم؟ كي ساسومبل سو ريسومبل. لكن الجزائر ياك وما أدراك ما الجزائر عندها وزير جمهورية، وزير الرياضة السي وليد صادي المحترم. واش هو يدير تما؟ اللي الجزائر وكان زعما لا فيديراسيون نقدر نقول لك يقدر يكمل، لكن كيفاش سي كما يقولوا لا كريديبيليتي دو لالجيري. لالجيري سي لو ليدير لافريك. في تكلمتوا على الدبلوماسيه الخارجيه، شكون وين شط القضيه الفلسطينيه ابار الخارجيه الجزائريه اللي راهي تدد وراهي توصل صوت الفلسطينيين الضحايا تاع غزه في الامم المتحده. شكون؟ في الرياضه ما كان والو. قد يكون كلامك متناقضا، عفوا على ماشي لا خليني نكمل. كي تكوبيني بيان سور يبان متناقض. معليش نكمل لك في الرياضه يا للاسف ما شفنا والو. تطلب الانسحاب انت؟ انا ماشي نطلب الانسحاب، لازم ننسحب. اوكي، انا لذلك طرحت على ذاك السؤال حتى يظهر للمشاهد بانك متناقض. تعرف علاش؟ قل لك علاش. سياسيا انت تقول باننا انا اناضل من اجل قضايا، جميل وجيد. انت وحدك تناضل، ورغم ذلك قدرت لازم تبقى باش تزعزع هذيك الامور. الناس هذو اللي موافقين مع الاباده وامور اخرى. رياضيا كيف تطلب من الناس ان تنسحب لانك لم تستطيع تغيير شيء؟ والحمد لله خلي مكانك فارغ. انت راك تتكلم على التناقض، لكن انا نتكلم لك على الافعال. شكون اللي طلب من وليد صادي ان ينسحب؟ ماشي انايا، قلتها في الحصه تاعك. قلت انا نطلب منه رسميا ينسحب من هذا الهيئه المافياويه. الحمد لله في الاجتماع الاخير تاع اللجنه التنفيذيه تاع الكاف وليد صادي كان غائب، ما شاركش. يعني باش يوري غضب الجزائر على الاشياء اللي صارت في الكاف. انا نقول لك شوف، تكلم على الدبلوماسيه الرياضيه، تنسحب وتبدا تخدم ياك ضد هذا الكاف باش تروح. كاين بعض الشخصيات النزيهه اللي تقدر تبني عليها يعني بديل. واش هو البديل؟ انا بار اكزومبل واحد كيما ايطو، واحد كيما دروغبا، لما لا ما يكونش ممثل تاع الجزائر، فهمت لي؟
باسكو هادو كما نقول لك، كما قال سي بورايوج نشاطرو، ان هذا موتسيبي يعني على بالك يستعمل المال الفاسد، عجبو الحال. على بالك يقولوا في السياسه، يقولوا ارجون شيرش بوفوار شيرش ارجون. دونك انفونتينو تبحث عن دولة عالمية كبيرة. على بالك باللي كي يقدر يقرض نعم. الفيفا تقدر تقرض إلى البنك العالمي دراهم أموال طائلة، ملايير ومليارات تاع الدولارات، فهمتني؟ وهذا السي انفونتينو يسكن في المغرب، يحب المغرب، يلعب مقابلات كبيرة مع المغاربة، يلعب مع القجع مقابلات ودية. كما قال كيفاش انت ما تهنيش الفريق؟ الفيفا مبنيه على الروح الرياضيه، سي الفير بلاي. كيفاش انت انفونتينو اللي كان تما شاف المهزله، شوف يحبوا يقولوا لنا باللي المغرب ضحيه والسنغال يعني متهم لانه بطريقه حضاريه انسحبوا باش ما يشاركوش المهزله، باش يفضحوا للعالم باسره انه السنغال سرقت، وهذا الظلم التحكيمي يعني مخطط ممنهج، ولاو ما قدروش يهنيوهم اللي هما اللي لاكاف. حتى الملك كيفاش يقولوا الملك المغربي ما حبش يعطي الكاس رغم الحاح موتسيبي، عطالو الكاس ردها له، قالوا اعطيها لهم للفريق السنغالي، ما حبش يعطيها لهم. يعني هذه يعني خارجه من الرياضه. والله غير كان لا، انا في بلاصه المغرب نحشم لانهم يعني اصبحوا مهزله للعالم باسره. انا اليوم تكلموا رياضه، انا اليوم كي يتكلموا على الطبعه اللي صارت في المغرب، شوف يعني حتى هما حشموا شغل يزو افوي لور ايشاك، استقبلهم الملك يعني باش يوريو زعما حنا رياضيين. الوغ كو واش داروا الاشقاء السنغاليين؟ شفت واش صار في لا كونفيرونس دو بريس؟ الصحفيين يعني شتموا المدرب السنغالي. المدرب السنغالي واش دار؟ دافع على حقوق بلده، دافع على حقوق الفريق نتاعو. هاوليك المدربين اللي نحبوا حنايا. حنا عندنا بيتكوفيتش ما يهدر صمون بوكمون نورمال. انا نحب هكذا، نحب اللي يضرب على بلاده. على بالك سيرتو كي يشكر الجزائر باسكو في الشان نساو بالناس باللي الشان من جانب التنظيمي الفريق السنغالي كان ديبلاصا مع اللعبه الجزائر باش يلعب لا فينال، ديبلاصا اون افيون، ما جاوش في التران ولي زوتيل 4 ايطوال 5 ايطوال. وكيف فازوا علينا المدرب هذا دخل الصحفيين تاعنا سبقوا له. هاي اللي كنروح الرياضيه، خسرنا مقابله حنا رياضيين، والله كان فاز المغرب كرويين والله غير انا الاول اللي نقول لهم برافو. لكن باش تسرقوا كاس هاوليك 50 سنه ما قدروش يفوزوا بالكاس. يعني قلت لك كحكيم لازم تسمع مصطفى معزوزي باسكو انا درت السياسه. قلت لك بالنسبه للمغرب وخاصه لفوزي لقجع، الفوز بكاس افريقيا للامم مساله حياه وموت. اليوم انا نقول لك موت رياضي للمغرب، باسكو يتكلموا على من الجانب التنظيمي. كي تنظم لي حاجه مليحه وتعطي لي شغل، انا راني في 5 ايطوال، راني في لوتيل 5 ايطوال الشيخ، ومن بعد تجيب لي الماكله مسمومه. جي با بروفيتي دي كونديسيون تاع 5 ايطوال. بالمناسبه هناك تصريحات للاعبين السنغاليين بخصوص الاكل بانه كانت هناك استعملوا جميع الوسائل. انا هذه تاع سرابت يسرقوا سرابت انا فهمها لي حكيم يرحم بابك، فهمني هذه، فهمني يسرقوا سرابت. ومن بعد يقولوا لي زالجيريان سرقنا الكاوكاو، كلينا الياورت. عيب ولا غير عيب؟ سعودي مصطفى معزوزي وعبد الحق الليل وبراء. للاسف اخوان الاعلام الجزائري الحقود الذي يكره شيء اسمه المغرب دائما ما يضرب في المغرب. والغريب ان قال هذه اسوأ بطوله، مع العلم ان الكل اجمع على انها احسن بطوله في تاريخ كاس افريقيا. وسليماني خرج كيتكلم قال لهم ان المغرب راه ما نظمش كاس افريقيا، راه منظم مونديال، وفي النسخه القادمه غادا تشوفوا افريقيا كيف دايره، وديك الساعه تبقاو تقولوا كون غير في المغرب. الحمد لله ان المغرب اخذ قرار
ما يتنظم حتى شي حاجه افريقيه في المغرب، لانكم نتوما ما تستاهلوش هاد الملاعب الكبرى وهاد الفنادق اللي كاينه في المغرب. نتوما سركم عاشني ولا وتعوموا في البرام ولا سراق الزيت وتاكلوا ماكله فيها البخوش، هادشي اللي خاصكم نتوما. اما المغرب بزاف عليكم.